بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهلا بيكم. أنا كنت قلت لكم قبل كده إني هشرح برنامج سينك سايد اللي هو بيكشف شاشة الموبايل على الكمبيوتر بتاعك. تمام. النهاردة بقى هناخد درس عملي إيه اللي هنستفيده من برنامج زي سينك سايد ده على الجهاز وعلى الموبايل. تمام. أنا بفتح بقى سينك سايد عادي وبعدين بدوس له هنا بعد ما أعمل كونكت بقى بين الجهاز وبين الموبايل. تمام. الاتنين لازم يكونوا على شبكة واحدة واي فاي. بدوس على سكرين او فول سكرين. تمام. دي وخرج منها لان هي اصلا كانت متصله. هو دلوقتي اتصل تاني اهو. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اخد ارقام التليفونات. انا دلوقتي بدور على شركه شحن واستخلاص جمركي علشان اخد ارقام التليفونات بتاعتها وعنوانها واسجلها على الموبايل. طبعا الحكايه دي صعبه من على الموبايل، هتقعد بقى تاخد كوبي وترجع تاني للصفحه. هنا بقى على الجهاز اسهل لانه اكبر. تمام. اليلو بيجز اللي قدامك دي ما بتسمحش بالنسخ، يعني لو جيت تدوس كليك يمين كده هيقول لك لا، مش هخليك تنسخ. تمام. هدوس على كلمة اتصل بينا دي هيظهر لي أرقام التليفونات. تمام. دي بقى التليفونات بتاعتهم كلها. طيب أنا عايز أعمل إيه؟ عايز مثلا آخد رقم التليفون ده، لو جيت أنقله كليك يمين هيرفض، ولو دوست عليه هيفتح لي الموبايل علشان يدخل الرقم جوه الموبايل. لا، أنا أروح واخد الرقم كده سحبه، وعند جوجل كروم كده عند علامة الزائد اللي على اليمين فوق دي، واروح ايه مفلته. طبعا لو ده انا دوست على رقم الموبايل هيجيب لي حاجه من الاثنين دول. تمام. لا يا سيدي، انا مش عايز ده كله. انا عايز دلوقتي اخد الرقم لوحده كده علشان اعرف اظبط الرقم ده. هفتح الشرط اللي موجوده دي علشان التليفون ما يجيلوش جنان. تمام. وهاخد الرقم بس. دوس كنترول ايه عشان يعلم على كله، كنترول اكس عشان يشيله واقدر احطه جوه ايه التليفون. تمام. انا دلوقتي عندي التليفون اهو. هفتح كونتاكتس على التليفون، ادوس عليها كده فتح معايا. ادوس بلس دي عشان اضيف كونتاكت جديد. اول حاجه بيجيب لك النيم بقى والاورجانيزيشن كانك في على الموبايل بالظبط. طيب انا دلوقتي عايز احط الفون، هجيب الفون ده اهو احطه، ادوس كنترول في هيجيب لي ايه رقم التليفون اللي انا خدته نسخ من شويه. طيب عايز احط العنوان. العنوان ايه؟ بيقول مثلا واحد شارع المهراني متفرع من شارع كذا. كل ده هروح واخده كده اعلم عليه. تمام. واروح برضه واخده كده اسحبه وافلته في علامه الزائد اللي فوق دي. طبعا هيجيبه لي بقى على ايه؟ على بحث جوجل. انا مش محتاج ان انا ابحث، انا محتاج ان انا اخده بايه كوبي. كنترول ايه كنترول اكس وهنزل تاني على التليفون. تمام. وانزل تحت شويه كده هلاقي كلمه مور او في سهم محطوط هنا. على فكره العنوان ممكن يتحط في اي مكان بس خلينا ماشيين صح يعني. عندك كلمه ادرس هنا اهي. تمام. برضه دوس الكنترول في خد الايه الحاجات اللي احنا واخدينها كوبي من الجهاز للموبايل عن طريق برنامج سينك سايت. تمام. وبعد ما اخلص خالص كل الحاجات اللي انا عايز ادخلها اروح قايل له سيف. ادي كده ادوس سيف كده هو سيفه. تمام. ادي رقم الموبايل اللي احنا لسه واخدينه وادي العنوان بالتفصيل زي ما احنا خدناه. تمام. طيب تعالوا نعمل الحكايه دي مره تانية علشان ايه في الاعاده افاده زي ما بيقولوا. خلاص كده انا خلصت اللي هي شركه الجندي دي. انا صحيح ما نسيت احط النيم بتاعه اسمه الجندي. ان لقيت الاسم قصير اكتبه، وعايز تسحبه تاني وتاخده زي اللي فات ده بالظبط كده مفيش مشكله. ادوس على ايديت من هنا. تمام. اسمه ايه لسه ما تسجلش اهو. برنامج سينك سايت ده ما بيكتبش عربي خالص يعني. حتى بص انا حولت الكيبورد العربي هنا اهو زي ما انت شايف. هاجي اكتب هنا في النيم يكتب عربي، لا ما بيكتبش. طب اعمل ايه بقى عشان حكايه الكتابه العربي دي؟ عندي فوق خالص على الشاشه هنا مكتوب حرف الاي، دوس عليها هيظهر لي نافذه. النافذه دي اقدر اكتب فيها بالعربي. حول الكيبورد العربي اهو. هو اسمه ايه؟ اسمه الجندي. الجندي اهو. تمام. عايز ادوس على انتر على طول ادوس على انتر. في اختصار اسمه بريس شيفت بلس انتر، بس احنا خلينا ندوس على انتر اللي باينه قدامنا دي وخلاص يعني. تمام. اسيبه ادوس سيف. خلاص كده هيطلع الاسم الجندي زي ما انت شايف، رقم الموبايل وادي العنوان بتاعه. تمام. ارجع بقى كده تاني عشان اعمل اضافه جديده. اروح مثلا لشركه بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركه دي اسمها التجاره العالميه للشحن والتخليص الجمركي. طب يا سيدي ماشي، تعالى ناخد العنوان بتاعه كده اهو او الاسم واروح سحب هنا. تمام. طبعا هيفتح الصفحه اللي هي بتاعت جوجل دي، انا مش عايزها. انا عايز بس الاسم. كنترول ايه كنترول اكس بعدين اروح داخل تاني على سينك سايد اهو. اعمل بقى اضافه جديده. تمام.
وادي النيم واقول له كنترول في للنيم. تمام. عايز التليفون، ارجع تاني على الصفحه، اتصل بنا، هيلاقي ايه؟ ارقام تليفونات. انا في الغالب باخد ارقام الموبايل، اروح داخل هنا ورميها كده. تمام. زي ما قلت لكم احنا مش عايزين الحكايه دي، حتى لو ظهرت عندك اقفلها، تقفلها من هنا. بعد كده تروح داخل على رقم التليفون، تمسح الشرط اللي موجوده اللي انت شايفها دي. تمام. عارف بقى هل في ناس تانية عندها التليفونات بتقبل الشرط دي ولا لا؟ الله اعلم. تمام. كنترول ايه كنترول اكس كده، انا خدت رقم التليفون، اروح داخل على رقم التليفون اهو، ادوس كنترول في كده، هو سجل رقم التليفون، انزل تحت سنه وهكتب الادرس، العنوان بتاعه. طيب تعالى ناخد الادرس فين، كاتب 101 شارع المنتزه اهو، واخد ده كله كده. لازم اخده سحب لان اليلو بيجز ما بتاخدش، ما بتقبلش بكلمه كوبي دي. انسى كليك يمين وانسى الكوبي على اليلو بيج. تمام. كنترول ايه كنترول اكس، انا خدت كده العنوان. تمام. ارجع تاني سينك سايد، وعندي العنوان واقول له كنترول في. بعد ما اخلص كده اروح قايل له سيف. تمام. ادي الاسم بتاعه اهو، وادي رقم التليفون، وادي العنوان بتاعه، وادي كمان الراجل لو عنده واتساب ولا حاجه هتقدر تدوس كده وتشوف اذا كان عنده واتساب عادي ولا بيزنس ولا اي حاجه، عنده تليجرام او حاجه زي كده هتقدر تشوفها، عنده ايمو. تمام. الميل فيه مش عارف بقى جوجل دي فيها الميل بتاعه ولا لا، مش عايزين نفتحها، مش عايزين نشوفها يعني. تمام. عادي عنده واتساب عادي اهو. تمام. وعنده ايمو، وعندنا رقم التليفون، وعندنا العنوان بتاعه هو اللي كاتبه بنفسه، وادي اسم الشركة اهي. تمام. كده احنا خلصنا الشرح البسيط ده، واذا في اي حاجة تانية جوه السينك سايت ده هنشرحها تاني. طبعا انت عارف ان دي من هنا كده، الحاجتين اللي فوق بعض دول، النافذتين اللي فوق بعض، بتدوس عليها عشان تقفل كل حاجة موجودة. تمام. وانت على السينك سايت ده ممكن تدخل بقى على الصور من عندك، تدخل على اللي انت عايزه، كأنك فاتح الموبايل بالظبط. تمام. ألف شكر ليكم، ربنا يوفقكم جميعا، وأتمنى تشتركوا في القناة. السلام عليكم.